السلام عليكم. كونك فتحت الفيديو يبقى انت واحد من طلبة الكليات الطبية، فعشان كده احب اقول لك مبارك عليك دخولك الكلية. في سيناريو منتشر جدا الفترة دي، وهو ان شخص يقعد يذاكر 365 يوم في الثانوية العامة وفي الاخر يلاقي نفسه ما جابش مجموع ودخل كلية خاصة او دخل جامعة خاصة او جامعة اهلية. الموضوع ده عايز اقول لك ان هو بقى منتشر جدا، فلو انت واحد من الاشخاص اللي عانوا من الموضوع ده فانا عايز اقول لك انت بقتش لوحدك، في الوف زيك في نفس السيناريو ده. عشان كده انا جاي اقول لك حاجة مهمة جدا. طالما انت ربنا كتب لك تدخل كلية طبية، اغلب الجامعات الخاصة والاهلية بتعمل منح للطلبه اللي بيجيبوا امتياز في السمستر الاول. يعني ايه منح؟ يعني ان هم يشيلوا عنك مصاريف الكليه. المنح دي بتوصل ل 100% لو انت جبت جي بي اي 4. يعني لو انت جبت جي بي اي 4 انت ممكن الجامعه تتكفل بمصاريفك بشكل كامل. عشان بقى تحقق موضوع ان انت تجيب جي بي اي 4 ده او ما تنقصش خالص، فانت محتاج تكون عارف انت داخل على ايه، والحاجه التانيه تكون عارف هتتعامل معاه ازاي. سواء كده تاني نقطه هكلمك عنها هو كورس التاهيل للكليات الطبيه. سواء انت كنت جامعه خاصه او جامعه اهليه او حتى جامعه حكوميه، فالكورس ده هيكون مفيد جدا بالنسبه ليك. الكورس ده بيبقى فيه مشكله ان في كتير بيكونوا عاملينه بس بيكون فيه شيء من النصب او عدم الموثوقيه، فعشان كده انا كنت واحد من ضمن تيم عملوا الكورس ده السنه اللي فاتت ورجعوا السنه دي بس بتطوير كبير في الكورس. فانا اتمنى يكون مفيد بالنسبه ليكم. هو افاد طلبه كتير السنه اللي فاتت وهيفرق معاك. عايز اقول لك حاجه احقاقا للحق، الكورس مش حياه او موت. يعني انت لو ما خدتش الكورس فانت مش هتتضر، انت عادي هتقدر تكمل، والسمستر اللي بعده هتبقى تمام واتعودت واتاقلمت وكل حاجه. بس الفكره ان اول سمستر هتقعد كامل انت مش عارف تبدا ازاي، او في مشاكل كتير بتواجهك، موضوع الترمينولوجي، موضوع المواد نفسها على ما تتعرف عليها. طبعا على ما بتتعرف على الكلام ده كله بيكون فاتك درجات كتير. دور الكورس بقى ان هو يأقلمك على الموضوع ده، تكون متعود شهر بدري قبل ما تبدا الجامعه. يعني من الاخر الكورس دوره حاجتين، يخليك متميز ويخليك سابق اللي حواليك بس. فلو انت بقى حابب تكون حاجه من الاتنين دول فممكن تتواصل معاهم على الرقم ده، او تبعت لهم على التيك توك على الصفحه بتاعتهم اسمها ميديكولوجي. ممكن تدخل تبعت لهم وتتواصل معاهم عن طريقه الاشتراك. تالت حاجه بقى، طالما دخلت كليه طبيه فانا عايز اقول لك ان تقسيمه الدرجات بتكون ازاي. بص، انت عندك طول السنه بتفضل تسعى في كل ماده عشان تجمع 100 درجه. ال 100 درجه دول مقسومين قسمين. القسم الاول عباره عن 60 درجه والقسم الثاني 40 درجه. ال 40 درجه دول هم ال 40 درجه بتوع الفاينل. يعني امتحان اخر السنه ده بيكون 40 درجه. ارمي لي ال 40 بتوع الفاينل دول وتعالى لل 60. ال 60 دول بقى بيبقوا عباره عن ايه؟ بيبقوا عباره عن برزنتيشن، بيبقوا عباره عن كويزات. الكويزات دي بتكون مقسومه في جزء منها اوف لاين يعني بتمتحنه جوه الجامعه، وجزء اونلاين بره الجامعه بتكون فيها الاتندنس الحضور، بيكون فيها بروجكتات يعني المشاريع المطلوبه منك، وطبعا جزء العملي. شايف كل الكلام ده عباره عن ال 60. المعلومه اللي انا جاي اقولها لك بقى ان انت تجمع ال 60 درجه دول هي حاجه سهله جدا. حرفيا بيبقى بالنسبه لينا بعد ما بناخد خبره ان احنا نجمع ال 60 درجه اللي على اليمين دول، دي بيبقى حاجه تافهه. حاجه تافهه يعني اللي هو موضوع سهل؟ لا، مش الموضوع مش سهل، الموضوع بيكون صعب، بس كل طريقه كل حاجه منهم احنا بنتعلم التركية اللي نقدر نجمعها بيها. فالفكره بقى ان انت هتتعود على الموضوع وتقدر تجمع كل درجه منهم فتحصل على ال 60 سلام. وعايز اقول لك 60 دول بيبقوا شاملين اهم حاجه هي درجه الميد. طيب انا ممكن اكلمك ازاي تجمع ال 60 دول كل درجه منهم على حده بس في موضوع فيديو تاني، لكن اللي انا جاي اعرفه لك دلوقتي ان انت من اول يوم تدخل الجامعه ان انت تحاول تحصل على ال 60 درجه دول سلام، مش ناقصين اي حاجه، لان ده بيكون سهل جدا. انما الصعوبه الحقيقيه في ال 40 درجه بتوع الفاينل. عشان كده من ضمن الافيهات اللي بنقعد نقولها لما ندخل الجامعه هعوض في الفاينل. فكره هعوض في الفاينل ده حرفيا افيه، لانه الموضوع مفيش حاجه اسمها تقدر تعوض في الفاينل. احنا حرفيا بنعوض في السنه ونروح نتعور في الفاينل، انما تعوض في الفاينل ده مفيش حاجه اسمها كده. فعشان كده من اول يوم انت تحاول ال 60 درجه دول تحصل عليهم سلام، ولو هتنقص في حاجه يبقى الميد، لان بيكون صعب ان انت تخرج منه سليم 10، يعني تاخد ال 10 درجات بتوعه كاملين. فحاول لو هتنقص فيه يبقى درجه درجه ونص، حاجه خفيفه كده. لكن الباقي كله حاول تقفله، لان الموضوع حرفيا بيبقى هديه من الجامعه يعتبر ان انت تحصل على 60 درجه دول، والتحدي معاك بقى انت والفاينل العب اخر السنه في ال 40 درجه دول. وعايز افهمك حاجه، انت دلوقتي لو انت قفلت الكورس ورك 60 من 60 ورحت امتحان الفاينل فانت هيبقى معاك تنقص لحد 11 درجه في ورقه الامتحان. متخيل 11 درجه من ال 40 وتفضل امتياز؟ بس ده شرط ان انت تقفل ال 60 درجه بتوع الكورس ورك. رابع حاجه، انت كونك دخلت كليه طبيه فانت حرفيا بتبدا تعيش سيناريو ثانويه عامه من 6 ل7 سنين، على حسب انت بقى صيدله ولا علاج ولا طب بشري، على حسب عدد سنين الكليه بتاعتك. يعني ايه بترجع تعيد سيناريو ثانويه عامه؟ يعني بتفضل عايش حياه المجتهد في المذاكره السنين دي كلها. مش بيجيلك رفاهيه ان انت يبقى عندك فراغ كبير في فتره الدراسه، لان حرفيا الدراسه بتسحلك ايا يكن بقى الكليه اللي انت دخلت فيها طالما كليه طبيه. فانا جاي اقول لك ما تسيبش الكليه تسحلك، وخلي ليك
انشطه واكتيفيتي تانية بره الكليه وجوه الكليه. جوه الكليه زي الانشطه اللي بتعملها الجامعه، زي انشطه الاتحاد، زي EBSF. لو انت في صيدله بيبقى في اتحادات كده طلابيه وانشطه طلابيه سواء تبع الجامعه او تبع الدوله عموما. حاول تشارك في الحاجات دي والاكتيفيتي دي، خليك دايما متطوع بيشارك في الحاجات دي. الموضوع ده هيفرق معاك جدا وهيخليك تكتسب خبره بجانب دراستك، الموضوع بيبقى يعني فاني جدا. الحاجة التانية، خلي ليك جانب حياتي بره حتى الجامعة. يعني ايه جانب حياتي؟ يعني ما تنعزلش عن اصحابك اللي كانوا قبل الجامعة، اهلك نفسهم ما تبعدش عنهم، خلي ليك جزء برضو لنفسك زي ما بيقولوا، لان لو سبت نفسك للجامعة فحرفيا حياتك هتبقى مقتصرة على الجامعة بس. فما تسمحش بالموضوع ده لانه مش الطف حاجة ابدا. خامس حاجة، احنا كلنا بنبقى مخلصين ثانوية عامة ومتعودين ان لما نقول كيمياء يعني بنقول خالد صقر، لما بنقول احياء يعني بنقول احمد الجوهري، لما بنقول فيزياء يبقى بنقول مستر محمد عبد المعبود. ايا يكن الماده اللي بنتكلم عنها يعني بنتكلم عن المدرس المشهور بتاعها. لما بتدخل الجامعه بقى مش بتلاقي السيناريو ده، بيبقى قدامك دكتور في الجامعه بيشرح لك، سواء الدكتور ده بقى شرحه حلو او شرحه وحش، فانت مش بيبقى عندك توفر في الداتا قوي اونلاين. لو انت في طب بشري فانت هتلاقي توفر في الداتا كبير جدا في طب بشري. انما بقى بالنسبه لكليه زي كليه صيدله، كلية علاج، واحيانا اسنان، مش بيكون عندك التوفر ده في الداتا. فتعمل ايه؟ انت تحاول تتأقلم مع دكتور الجامعة، وفي نفس الوقت مش بقولك ما تدورش على اليوتيوب، لا دور، لكن لازم تدي دكتور الجامعة حقه. عارف ليه؟ لان الدكتور اللي بيشرح لك ده هو نفس الشخص اللي هيحط لك الامتحان. فالشخص اللي عمال يقول اسئلة كأمثلة وهو بيشرح، الامثلة دي اللي هتلاقيها في الامتحان. الشخص اللي بيقول لك النقطة دي مهمة، هو مش بيقول لك مهمة عشان هو شايف كده، لا هو بيقول لك مهمة عشان هو يحطها في الامتحان. فانت حاول تركز جدا مع الدكاترة دول وما تهملهمش ابدا، او ترجع زي ما انت متعود في ثانويه عامه تتجه للاونلاين. لا، احيانا هيكون بقى الدكتور اللي انت بتتعامل معاه في الجامعه ده هو المرجع الاول ليك. سادس حاجه في الكليات الطبيه لازم تاخد بالك منها هي الاتندنس او الحضور. طيب بص بقى، بالنسبه لموضوع الحضور ده فده صفحه كبيره. الحضور مفيد طبعا مفيد، بس الحضور بيهلك وقت كبير جدا. فانت اختار الحاجات اللي تحضرها والحاجات اللي تتنازل عن حضورها عشان توفر وقت، سواء الوقت بقى ده تذاكره او تعيش حياتك فيه. ما انت حياتك اكيد مش هتبقى جامعه بس. الحاجات اللي لازم تحضرها هي السكاشن، او اي دكتور هيقول لك ان انا هخصم درجات لان مش بيحضر. طالما المحاضره دي بيتاخد فيها اتندنس ومفيش حد ينفع ياخد لك الاتندنس، او انت تقدر تحل المشكله دي، فصدقني لازم تروح تحضر المحاضره دي. والسكاشن عموما لا، دي العمل. السكاشن هي العملي غير الليكتشر. الليكتشر دي المحاضره اللي هتحضرها عادي جدا، السكشن ده العملي. العملي انت لازم تحضره، يعني هو مش بمزاجك ولا بمزاجي ولا الموضوع اختياري، لا انت لو ما حضرتوش. يعني احيانا بعض الجامعات بتعمل لو ما حضرتش 3 سكاشن بس غبت منهم، فانت هتترفع عنك الماده دي، يعني هتشيل الماده دي. فانت كده كده السكاشن هتحضرها، انا مش محتاج اجبرك عليها، لكن اللي انا بقول لك عليها هي حضور المواد نفسها اللي هي المحاضرات. طيب دي تحضر انهي وما تحضرش انهي؟ الحاجه اللي انت شايف حضورك بيكون مفيد واستماعك ليها بيكون مش بيحتاج يخليك ترجع تذاكرها بعد كده، خلاص ممكن تنزل تحضرها. انما الاغلبيه مش لازم تحضرهم عشان ما تضيعش وقت، ممكن تكتفي بالريكورد بتاع المحاضره او تخلي حد زميلك يسجلها لك. اكتر حاجه هتساعدك ان انت تسعى في اي حاجه في حياتك هي الغايه اللي انت بتسعى ليها. في ثانويه عامه كان المحرك لينا كلنا ان كلنا كل واحد فينا كان عنده غايه خاصه بيه. منا اللي غايته كانت اهله، منا اللي غايته كانت نفسه، منا اللي غايته ان هو يدخل كليه معينه. لكن بعد ما بندخل بقى الكليه دي بنقع في دروب تاني، وهو بتبقى فاكر ان انت وصلت. طيب ايه الغايه الجديده اللي تبدا تحركني؟ فتبدا تتحرك لمجرد الحركه من غير غايه. الموضوع ده بيفرق معاك جدا، وهتلاحظ مشاكل كتير في مذاكرتك، او ان انت بعد ثانويه ما بقتش مجتهد. وتقريبا ده يعتبر من اكبر الادله ان اغلب اوائل الثانويه العامه مش بنسمع عنهم بعد ثانويه عامه، لان الناس دي بيبقوا يعتبر وصلوا للغايه بتاعتهم وبيبقوا فاكرين ان هم كده خلاص وصلوا. لكن الفكره بجد ان لازم يكون ليه غايه. الغايه دي تقدر تحددها ازاي؟ اول ما تدخل الكليه بتاعتك، على سبيل المثال انا كصيدله فانا عندي من مجال لحد 10 مجالات ممكن ادخل فيهم. ادخل ميديكال ريب، هشتغل في شركات، هشتغل في صناعه الادويه، هشتغل في الصيدليه عادي جدا، هشتغل في مستشفى. كل المجالات دي احاول اخلي في منهم حاجه معينه هي الغايه بتاعتي اللي انا عايز اوصل لها، وابدا اسعى ليها. الغايه دي بتفرق معاك جدا في الحركه. وحاول دايما ايا يكن الغايه بتاعتك تشرك فيها الاخره. يعني لو هدفك تدخل في مستشفى، ما تخليش هدف ادخل مستشفى بس، لا خلي هدفي ادخل في مستشفى عشان اقدر اعالج الناس، عشان اكتسب رضا ربنا. ايا يكن الغايه بتاعتك شاركت فيها الجزء بتاع الاخره، يبقى انت شاركت فيها توفيق ربنا. تمن حاجه عايز اقولها لك بقى، بما انك دخلت كليه طبيه فانت داخل رحله طويله جدا، خصوصا بقى لو كانت طب بشري. طب بشري دي تخيل معايا تقعد 7 سنين تدرس، وهي مش بترسى على 7 سنين بس، انا عايز اقول لك المتوسط بتاع ساعات بيوصل ل8 سنين، ده المتوسط، متخيل بيوصل ل8 سنين. ده غير بقى بعد ما بتتخرج وتخلص عشان تفتح عياده، ده مشوار تاني ومزاوله مهنه وحوارات كتير كده مش هندخل فيها. لكن اللي انا عايز اقوله لك، لو انت دخلت الكليه مثلا وانت عندك 19 سنه
فانت هتتخرج لو بعد 6 سنين وانت صيدلة، فانت هتتخرج وانت عندك 24 سنة، لو عندك سنة جيش يبقى 25 سنة. وبعد ما بتخلص سنة الجيش بقى وتبدأ تدور على شغل وكده، قول الموضوع ده خد سنة كمان على ما اتأقلمت، يبقى انت بتبدأ حياتك بسم الله الرحمن الرحيم كده وانا عندي 26 سنة. فانا عايز اقول لك لازم يكون ليك جانب تاني او مصدر دخل تبدأ تدور عليه من وانت في الجامعة. يعني حاول تطلع فلوس بأي شكل من وانت في الجامعة عشان تتعود وتكون عارف اصلا فكرة الفلوس دي بتطلع ازاي او ازاي بشتغل، وتكون جربت، ما تكونش لسه بتبدأ حياتك وانت عندك 26 سنة. حاجة أخيرة بقى عايز اكلمك عليها، واحنا كلنا في ثانوية عامة بنبقى الضغط اللي حوالينا ده بيخلي عندنا شيء من القرب من ربنا، اللي هو كتر الابتلاء اللي انت كنت فيه ده بيخليك ترجع لربنا اول باول، كتر المشاكل كل ما تتعرض لمصيبة ترجع لربنا. فعشان كده انا عايز اقول لك حاول ترجع السكريبت ده تاني، حاول ترجع نفسك لربنا تاني من فترة لفترة، لان بعد ما بتدخل الجامعة لو انت ما جبتش مجموع فانت كده كده ما جبتش مجموع، خلاص هي باظت. لو انت جبت مجموع ما انا كده كده حققت اللي انا عايزه. ففي الحالتين الموضوع بيشجعك ان انت تبعد، حاول ما تبعدش وتفضل مستمر على اللي انت فيه لو كان خير، وتتحسن لو كان شر. وربنا يوفقني ويوفقكم جميعا. اخر حاجه بقى عايز اقول لك يا دكتور صيدلي دمتم في رعايه الله.